عايزك تتخيل معايا ان عمر مرموش اللي هو اول مصري يلعب في مانشستر سيتي اتقال عنه الكلام ده اول ما بدأ. هو ايه اللي الناس شايفاه في مرموش احنا مش شايفينه انا وانت؟ مرموش ده طلع فنكوش. دلوقتي عمر مرموش قيمته وصلت في السوق ل 80 مليون يورو. مانشستر سيتي نفسها عرفت تعمل دعايه تقلب بيها العالم كله بسبب الصفقه دي. دلوقتي مانشستر سيتي فهمت اللعبه وبدات تنزل بوستس بتتكلم فيها بالعربي عشان تنكش الجمهور اللي كان بيتفاعل مع صلاح كل السنين اللي فاتت. زي بالظبط نادي ليفربول لما عاش سنين كسب جماهيريه وبراندنج وتواجد في الوطن العربي بسبب صفقه محمد صلاح، لدرجه انهم ساعات كانوا بيشغلوا اغاني شعبي على لقطات ليه في الملعب. ولا واحد ولا 100 ولا 1300. ومانشستر سيتي دلوقتي فهمت اللعبه وبدات تقدم كونتنت بالمصري بتنكش فيه كل الجمهور العربي اللي كان متعود يتفاعل مع صلاح قبل كده. العريس وصل. تسكت ليفربول؟ لا، راحت منزله بوست لمحمد صلاح وكاتبه عليه اضحك عشان الصوره تطلع حلوه. راحت مانشستر سيتي مستغلين الموقف صح ونزلوا صوره لمرموش وكتبوا عليها مش محتاج يضحك عشان الصوره تطلع حلوه، واتفرج على التفاعل الرهيب اللي حصل على البوستين دول. ودي بنسميها الادفرتايزنج وورز، الناديين بيلقحوا على بعض بس محدش فيهم بيسيء للتاني، واسم وقيمه البراندين على السوشيال ميديا بيعلوا في نفس الوقت. ولو ركزتوا على صفحه ليفربول هتلاقوا ان اخر 20 بوست نازلين على البيج 16 منهم بس عن محمد صلاح من تاريخ اعلان ان مرموش بقى في مانشستر سيتي. قصه مرموش هتكون ملهمه كانسايتس او افكار لكل الاعلانات الفتره اللي جايه، خاصه لو عملوا كامبين عرفوا يجمعوا فيها ما بين صلاح وما بين مرموش، زي كامبين فودافون زمان كده اللي جمعت ما بين صلاح وعمرو دياب. وعشان تعرفوا تقل مرموش دلوقتي از براندنج وماركتنج عامل ازاي، بصوا على اخر حلقه كده لاسعاد يونس، هتلاقي ان الحلقه اللي عملوها سوا كانت اعلى حلقه مشاهدات في تاريخ البرنامج كله. اهم جزء في القصه دي كلها ان لو القدام في مجالك مش شايفين ان هيكون لك مستقبل، سقع لهم خالص وركز في طريقك، وهم اللي هيطلعوا بعدين يتكلموا عن انجازاتك.